السلام عليكم. ريلمي 6 الموبايل الثوري اللي بيقدم ميزة ثورية جدا في الفئة المتوسطة، وهي الشاشة 90 هرتز، او هكذا تروج ليه ريلمي. فهل الشاشة 90 هرتز دي حاجة مهمة قوي ومؤثرة قوي وتخليك تشتري الموبايل؟ وهل الموبايل فعلا يستحق وهو تحديث كويس عن الريلمي 5 برو ولا لا؟ وايه اخبار الموبايل بالنسبة للمنافسين، تحديدا شاومي اللي نزلت النوت 9 اس بعد الاعلان عن الموبايل ده على طول؟ كل ده هنعرفه النهارده في مراجعه الريلمي 6. طبعا هسيب لك رابط شراء الموبايل ده لو الموبايل ده عجبك وعايز تشتريه، سيبه لك تحت في الديسكربشن، وبرضه المراجعه المفصله المكتوبه. ولو عاوز تكسب الموبايل ده استنى لاخر الفيديو، هتلاقي الاعلان عن المسابقه. ويلا بينا نبدا الفيديو. وخلينا نبدا اول حاجه بتصميم الموبايل. الموبايل ده بيجي بتصميم بلاستيكي بالكامل برضه زي الجيل اللي فات اللي هو ال5 برو، ولكن بشكل مختلف في الظهر. فالموبايل هنا بيجي معايا باللون الازرق، بيبقى طالع فوق على اللون الازرق الفاتح او السماوي شويه، بيدي انعكاسات جميله جدا في الضوء. والحقيقه انه بيتفوق عن الجيل اللي فات في انه شكل الموبايل من بعيد لا يبدو اطلاقا ان هو بلاستيكي. انت اول ما تشوف الموبايل من بعيد صعب جدا تقول ان ده بلاستيك، غالبا هتقول ان ده ظهر زجاجي واطار معدني، ولكن لما تمسكه في ايدك هتحس على طول ان هو بلاستيكي بالكامل. وزن الموبايل تقيل شويه 190 جرام، وسمكه حوالي 8.9 ملم، مع وجود انحناءات في الظهر مش بتخلي مسكة الموبايل صعبة قوي. في النهاية هو تصميم رائع الجمال، ولكن كنا منتظرين من ريلمي تحديث في الخامات فتدينا ازاز او معدن او حاجات ارقى. نروح بعد كده على شاشة الموبايل، ودي اللي فيها اللعب كله. شاشة الموبايل هنا هي 6.5 بوصة بدقة فول اتش دي، عليها طبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس الجيل الثالث، وكمان هي شاشة كاملة بتيجي بثقب للكاميرا على الناحية الشمال، وده بيدينا استحواذ شاشة كبير جدا الحقيقة. وكمان ثقب الكاميرا اللي على ناحية الشمال ده انت مش بتلاحظه خالص وانت بتتفرج على فيديوهات او بتلعب، ومكانه مناسب جدا. الوان الشاشه كمان جميله، ويحسب لريلمي اللي انا لاحظت تحسن في جوده الشاشه من اول السي 3 لحد الموبايل ده عن الاجيال اللي فاتت. في كمان ميزه في اعدادات الشاشه اسمها او اس اي اي، ودي بتحسن عرض الفيديوهات وبتخلي الوان الفيديوهات احسن. سطوع الشاشه كمان بالنسبه لي كان جيد جدا، مفيهوش مشكله، يمكن مش عالي قوي ولكن مازال مقبول جدا تحت اشعه الشمس. ولكن الميزة الأهم في الشاشة هي مش ألوانها ولا شكلها ولا الكلام ده كله. الميزة الأهم في الشاشة هي ال90 هرتز اللي الناس كلها كانت بتتكلم عنه في الفئات الغالية، وما شفناش موبايلات رخيصة وتقدم الميزة دي قبل كده، لحد ما جت ريلمي وقدمت لنا الميزة دي في ال6 وال6 برو. الحقيقة أنا ما استخدمتش موبايل بشكل شخصي قبل كده في 90 هرتز. أنا موبايلي الفيو 20 هو 60 هرتز عادي. يمكن مسكت قبل كده ون بلس جربته ب 90 هرتز ولاحظت فعلا سلاسة ونعومة الانيميشنز ونعومة التأليف في الشاشة 90 هرتز الجميلة جدا. والحقيقة ان الموبايل هنا بيقدم تجربة ل 90 هرتز جيدة. ال 90 هرتز انت هتلاحظها في التقليب ما بين القوائم، في التقليب ما بين التطبيقات وبعضها. يعني لما تيجي تشد كده القائمة بتاعت التطبيقات وتتحرك فيها سكرولنج، يعني تعمل سكرولنج في السيتنجز في اي حاجه، هتحس بنعومه زياده عن 60 هرتز. طبعا انت مش هتحس بال 90 هرتز دي في كل حاجه، لانه مش كل التطبيقات بتدعم الميزه دي. الالعاب مثلا ما بتدعمهاش، وحاجات كتير قوي ما بتدعمهاش، ولكن دي ميزه مستقبليه شويه بعد فتره لما الميزه دي تصبح المين ستريم او الحاجه العامه، فبالتاكيد كل التطبيقات هتدعمها وهتشوف ليها الشكل احسن. في النهايه لما برجع استخدم الفيو 20 بتاعي، هل انا حاسس ان انا مش قادر اعيش زي ما كنت بشوف ناس بتقول انها مش قادره تعيش بالفريش ريت القليل؟ الحقيقه لا، كنت بلاحظ شويه انه النعومه مختلفه في حته ان انت بتتحرك في السكرولنج، ولكن 5 6 7 دقايق وكنت بتعود عادي على 60 هرتز تاني، مكانش فيه اي مشكله معايا. ف 90 هرتز حلوه جدا، ولكن في مبالغات في مدى قوه هذه الميزه. ولكن طبعا وجودها في موبايل بسعر 4000 جنيه ميزه كبيره، باضافه لاي حد عاوز يشتري الموبايل ده كمان تديله ميزه مستقبليه. لما نروح بعد كده على التجربة الصوتية، الموبايل بيقدم سماعة واحدة أسفل الموبايل، صوتها جيد العلو وجيد النقاء، مش أحسن حاجة هتسمعها ولكن جيدة. فأنا بتكلم دلوقتي من المايك بشكل مباشر. الحقيقة أنا سمعت المايك ده والمايك صوته ممتاز جدا. انتوا دلوقتي هتكونوا سامعينه وتقدروا تحكموا عليه على طول مقارنة بالمايك أصلا الأساسي بتاعي اللي هو الزوم اتش 1. سماعة المكالمات ما فيهاش اي مشكلة، وصوتها كان كويس جدا وجميل، والمكالمات عموما كانت كويسة جدا. وده بينقلنا على طول للمكالمات والشبكات. المكالمات هنا الموبايل بيقدر يدعم تسجيل المكالمات، بيدعمه بشكل تلقائي، وتسجيل المكالمات ليه اعدادات كتير بشكل افتراضي جوه الموبايل. اما بالنسبة للشبكات فالموبايل بيدعم شريحتين اتصال وكارت ميموري اضافي، والشريحتين دول بيدعموا ال 4G. والحقيقة الشبكات كانت ممتازة سواء واي فاي او داتا
او كل حاجه كانت ممتازه جدا من غير اي مشكله. لما نروح بعد كده على الكاميرا بتاعه الموبايل، واحنا عندنا هنا الكاميرا 64 ميجا بكسل، كاميرا رباعيه خلفيه، بتيجي بالمستشعر بتاع سامسونج GW1 وفتحة عدسة f 1.8. عندنا الكاميرا التانية هي عدسة زاوية واسعة 120 درجة بفتحة عدسة f 2.3 وبتيجي بدقة 8 ميجا بكسل. أما العدسة التالتة فهي عدسة الماكرو، والعدسة الرابعة هي عدسة العزل أو البورتريه. الموبايل بيقدر يصور لحد 4K 1080 على 60 فريم أو 120 فريم، وبيصور سلو موشن لحد 240 فريم على 720 بي. بيجي مثبت الكتروني، وفي مميزات الكروما بوست وعمل عزل والتجميل وطبعا التعرف على المشهد وكل حاجه انت متوقعها. بالنسبه لاداء الكاميرات الفعلي، فاداء الكاميرات الفعلي كان ممتاز جدا معايا، بيقدم صوره بتفاصيل جيده، بيقدم دايناميك رينج كويس، بيقدم تصوير ليلي برضو كويس، بيقدم مميزات كويسه وتصوير فيديو كويس وثابت جدا، بيقدم سيلفي ممتاز جدا مفيهوش اي مشكله. يمكن الالوان بتاعت الصور علقت عليها قبل كده، قلت ان انا مش من هواة الوان اللي بتطلعها معالجه موبايلات ريلمي. اتمنى يحسنوا الموضوع ده ويخلوا الالوان يعني اقرب للطبيعه او زاهيه شويه، او يعني يظبطوها يعني، ولكن طبعا دي اذواق. الكاميرا ممتازه جدا. لما نروح بعد كده للبطاريه بتاعه الموبايل 4300 ملي امبير، والحقيقه ان انا كنت قلقان شويه، واكيد ناس كتير سالتني هل ال 90 هرتز هتاثر قوي على البطاريه. الحقيقه ان انا كنت معجب جدا ببطاريه الموبايل، ولاحظت ان البطاريه اتحسنت كتير جدا عن قبل كده، لان البطاريه دي كانت قادره تديني 10 ساعات استخدام عادي، تصفح سوشيال ميديا، فيديوهات، طبعا على واي فاي بس. ولما اضفنا ساعتين ونص من لعب ببجي وحوالي ربع ساعة من لعبة كول اوف ديوتي، فالموبايل قدر يديني برضو 7 ساعات ونص ل8 ساعات سكرين اون تايم. ده غير ان الموبايل في وضع الخمول او الستاند باي تايم بيوفر في الطاقة جدا، وكل ده و90 هرتز شغالة. بالتالي اداء البطارية هنا ممتاز جدا. الاكتر من ممتاز بقى هو الشاحن بتاع الموبايل ده. الشاحن ده 30 واط، واحد من اسرع الشواحن في الفئة السعرية، بيشحن الموبايل ده من 20% ل100% معايا في حوالي 40 دقيقة، ومن 0% ل100% في حوالي 50 ل60 دقيقة، فرقم ممتاز جدا. لما نروح بعد كده على الGPS والتحديد الجغرافي، فالموبايل كان ممتاز جدا في التحديد الجغرافي، بيحدد بسرعة وبدقة. البوصلة كمان كانت مظبوطة، ما كانش فيها أي مشكلة. طبعا البطارية الممتازة والGPS الكويس هيبقى موبايل مثالي لأوبر وكريم واي حد بيوصل طلبات او اي حاجه بيعتمد على الGPS. لما نروح بعد كده للبصمه، فهنا عندنا بصمه جانبيه في زرار الباور، شغاله بالشكل السريع جدا، دقيق جدا، ممتازه جدا، مفيهاش اي مشكله. وفي بصمه الوجه وشغاله برضو بشكل كويس جدا، مفيهاش اي مشكله. لما نروح بعد كده لاداء الموبايل ده، احنا عندنا هنا معالج الجي 90 تي مع 4 جيجا رام من نوع DDR4X، وذاكره 128 جيجا من نوع UFS 2. المعالج ده شفناه قبل كده عند الشاومي نوت 8 برو، والحقيقه ان هو معالج قوي جدا، بيقدم لنا اداء عملاق جدا، بتقدم تقريبا 290 الف نقطه على انتوتو. الموبايل كمان بيجيب حوالي 500 ميجا بايت سرعه قرايه، ومع ال 90 هرتز فاداء الموبايل اليومي العادي مميز جدا، سريع جدا، والتنقل بين القوائم والحاجات دي كلها شغاله بشكل كويس جدا، وما جيتش فيها اي مشكله، وكنت مرتاح جدا. وان كنت برضو لسه شايف ان واجهه ريلمي بقت تقيله شويه ومحتاجه تتحسن في الاداء والسلاسه عن كده، عشان الموبايل يدينا اداء كمان احسن من كده. والانيميشنز كمان محتاجه تتحسن في الواجهه عشان تحسسنا بروعه نعومه ال 90 هرتز. لما نروح للالعاب، فالموبايل برضو وحش في الالعاب، بيقدم تجربه العاب مميزه جدا. كنت قادر العب كول اوف ديوتي على فيري هاي بشكل مستريح جدا، قدرت العب ببجي على HD بس من غير HDR بشكل مستريح جدا. وفي طبعا موضوع السخونيه، الناس كلها بتتكلم عن سخونيه الموبايل، هل الموبايل بيسخن ولا لا. مبدئيا في الاستخدام العادي للموبايل، الموبايل ما كانش بيسخن معايا بشكل يعني يضايقني ولا اي حاجه. لما كنت بلعب زي ما قلت لكم، انا لعبت حوالي ساعتين ونص ببجي، لعبت حوالي ربع ساعه او جيم يعني من كول اوف ديوتي على فيري هاي. الساعتين ونص بتوع ببجي الموبايل ما سخنش بشكل اوفر، الموبايل كان بيسخن عن اي موبايل جربته في الفئه السعريه، وعن موبايلي اللي هو الفي 20، ولكن ما كانش بيسخن بشكل اوفر خالص، يعني مازال مقبول جدا في السخونيه. ولما لعبت كول اوف ديوتي على فيري هاي، الموبايل سخن برضو شويه، عاليه شويه تحس بيها بالذات من الحته اللي فوق ناحيه الكاميرا، ولكن مازال برضو مش حاجه هتضايقك ولا اثرت معايا في اداء الموبايل. بالتالي هل الموبايل بيسخن؟ ايوه بيسخن، لكن هل هي مزعجه قوي؟ لا، الموضوع مش مزعج زي زمان. الناس اللي جربت موبايلات زمان وعارفه ان زمان كانت الموبايلات بتسخن جدا جدا لدرجه ان ممكن يقفل. لا، الوضع طبعا مش هنا، هو بيسخن زياده عن اللي موجودين في الفئه السعريه وعن الموبايلات اللي انت جربتها قبل كده غالبا، ولكن مش بيسخن اوفر يعني.
سخونية الموبايل طبعا معيش البتاع اللي بتقيس السخونية، ولكن في شوية سخونية هنا زيادة عن الموبايلات اللي أنا بجربها عامة، أو زيادة عن موبايلي مثلا الفي 20. ولكن في النهاية برضو مش حاجة كبيرة، مش حاجة اللي هي تزعجك أو تأثر على الأداء. هي مأثرتش على الأداء. نروح بعد كده للواجهة، واحنا عندنا هنا ريلمي يو اي على اندرويد 10، ودي واجهة مشتقة من الكالر او اس، هي بالظبط شبه بعض جدا مع تغييرات بسيطة. وريلمي بتحاول كده واحدة واحدة تضيف فيها حاجات وتغيرها عن الكالر او اس، عشان بعد فترة هنلاقي الاتنين بقوا واجهتين مختلفين تماما. طبعا فيها مميزات كتيرة اتكلمنا عنها قبل كده، وفيها مميزات الجيم سبيس، الكيدز سبيس، اللي انت تحط تطبيقاتك وملفاتك في حتة امنة، الحماية والتخصيص، كل الحاجات دي موجودة. وزي ما قلت لكم العيب الوحيد اللي في الواجهة دي هو انها محتاجة تبقى اسرع واسلس من كده. اخيرا الاضافات والمستشعرات. انت عندك كل المستشعرات: التسارع، التقارب، البوصلة، الجيروسكوب، والاضاءة. يمكن مستشعر التقارب اللي هو بيقفل المكالمات لما تحطها على ودنك، في مشكلة بسيطة ان هو مش بيقفل لما تعدي ايديك من بعيد، يعني مش حساس قوي، لكن بيقفل اول ما تلمسه على طول. ده ما اثرش معايا في المكالمات بشكل واضح، ولكن حاجه لازم انوه عليها. الموبايل تايب سي بيدعم منفذ منفصل للميموري، بيدعم الراديو، بيدعم الاو تي جي، لكن لازم تفعل الاو تي جي من جوه الموبايل. الموبايل طبعا ما فيهوش لمبه اشعارات. نتكلم بقى عن الخلاصه والجدل اللي بيدور حوالين الموبايل. الموبايل لما نيجي نبص للموبايل لوحده هنلاقي ان هو موبايل مميز جدا، تطور كويس جدا على الجيل اللي فات اللي هو ال5 برو. قدم لنا كاميرات احسن، اداء احسن، شحن سريع احسن، تصميم شكله احسن، الشاشه الجديده بال 90 هرتز ودي حاجه مميزه. تقريبا كل حاجه عن الجيل اللي فات اتحسنت. ولما نيجي نبص للموبايل فهو فعليا موبايل مميز. سعر الموبايل ده 3990 جنيه للنسخه اللي معايا، وفي نسخه اغلى شويه. طبعا السعر ده هو اللي خلى ناس كتير تتكلم انه الموبايل مش حلو، الموبايل سعره اغلى من كنا متوقعين. الحقيقه ان هو ايوه، الموبايل اغلى مما كنا متوقعين، ولكن في النهايه الموبايل مازال كويس، مازال منافس. المنافس اللي قدامه اللي هو الشاومي نوت 9 اس اللي لسه هينزل، اللي متوقع ينزل تسعير اقل منه حوالي 500 جنيه، هقدم برضو باقه ممتازه جدا. يمكن بينقصها الشاشه 90 هرتز، بينقصها الشحن السريع، والكاميرا الخلفيه 48 ميجا بكسل بس. وهو بيزيد عن هنا في انه جسمه معدن وازاز، يعني ارقى شويه في المسكه. فالحقيقه انه الاثنين دايما هيبقوا خيارين للناس اللي بتحب شاومي واللي بتحب ريلمي. الناس اللي مثلا ممكن تكون عندهاش ثقه كبيره قوي في شاومي، او جربت شاومي وحصل معاها مشاكل قبل كده، فريلمي خيار كويس. الناس اللي ما عندهاش اي مشكله مع شاومي فشاومي هيبقى خيار كويس. الناس اللي عاوزه تجرب الشاشه 90 هرتز ده هيبقى خيار كويس جدا. في النهايه الموبايلين بالنسبه لي كويسين، وان كنت طبعا لسه ما جربتش شاومي. لما نجربه هنقول راينا فيه بشكل كامل. بالنسبه للموبايل ده تحديدا هل انصح بيه؟ ايوه انا انصح بيه، وانصح ان انت تفكر في الموبايل ده لو انت رايح تشتري. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. في مسابقه او سحب على الموبايل ده، لو انت حابب تكسب الموبايل ده هتلاقي رابط البوست اللي انا فيه شروط المسابقه وكده تحت في الديسكريبشن، ممكن تخش عليه وتشترك في المسابقه. هتخلص تقريبا بكره او بعده. وبس كده، لو انا ساعدتك تختار فهسيب لك رابط الموبايل ده تحت في الديسكريبشن، لو اشتريت منه هتكون بتدعمني. ويمكن الفيديو ده كان بعد استخدام 4 ايام للموبايل ده، فاحتاج ان انا اقعد مده اطول مع الموبايل، يمكن اسبوع كمان او اكتر، وارجع ليكم بفيديو مطول اكتر عن الموبايل ده، ونغوص شويه في تفاصيل اكتر من كده، ونشوف هل التجربه هتختلف بعد مده اطول ولا لا. بس كده، كان معاكم النهارده احمد مدحت جدو من ريفيولوجي. تعمل لايك، شير للفيديو، تشترك في القناه. سلام.